اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن مدام هناء وعن ميسيو جانو، وعن موضوع طلعت اتكلمت فيه مدام هناء من سنة او اكتر، وهي قصة اسلام ميسيو جانو. ونتمنى من مدام هناء انها تطلع تفسر لنا او توضح لنا الكلام اللي انا هقوله في الفيديو. طلعت مدام هناء من اكتر من سنة وقالت ان ميسيو جانو مسيحي، وبعدها بفترة او بوقت بسيط جدا طلعت قالت انا اتأكدت ان هو تقريبا ملحد، ما عندوش ديانة. مش عارفة ازاي انا اتأكدت وازاي تقريبا، بس ما علينا. وبعدها طلعت مدام هناء بفيديو قنبلة وقالت ان ميسيو جانو اقتنع بالاسلام لما شاف تعاملنا معاه وطيبتنا معاه ورحمتنا معاه، وحب ان هو يدخل الاسلام. وعملت فيديو انها راحت بيه الجامع ونطق الشهادتين، وبعدها فيديو تاني انه استلم الشهادة من المسجد، اللي هو انسان مسلم، وان هو عايز يكتب في وصيته، وركزوا في الحتة دي لولاده، ان جثته ما تتحرقش بعد ما يموت، وان هو عايز يدفن في مقابر المسلمين. تمام. يا ترى عندكم في فرنسا بيكتفوا فقط بالشهادة اللي بياخدها من المسجد؟ طيب، جيتي بعدها عملتوا فيديو لما كنتي على ذمة أستاذ رضا وهو بيعلم ميسيو جانو الصلاة، وبعدها مرة كده في فيديو قلتي كان قاعد بيقرأ الأذكار وقال لي سيبيني أكمل، واتقفل الموضوع على كده، وما حصلش إن احنا شفنا أي جديد تاني في الموضوع ده، ولا شفناه بيصلي، ولا شفناه بيمارس الطقوس والعادات الدينية، ولا شفناه حتى بيسمي على الأكل ويقول بسم الله وهو قاعد ياكل. ما بينطقش كلمة واحدة عربي، واحنا مش عارفين الكلام اللي حضرتك وانتي قاعدة معاه بتقعدي تلوكلوكي فيه وتترجميه هو بيبقى صح ولا غلط، عشان ما نبقاش كدابين احنا مش فاهمين اللغة الفرنسية. بس أضعف الإيمان إن المفروض حضرتك تتابعيه وتعلميه على الأقل خالص، إن لما يجي يقعد ياكل يقول بسم الله. تمام؟ اللي أنا عايزة أعرفه واللي مطلوب من حضرتك تطلعي توضحيه لنا، أي شخص بيدخل الإسلام في أي دولة في العالم أبسط إجراء بيعمله إنه بيغير اسمه، وطالما غير اسمه يبقى بيغير الهوية الشخصية بتاعته، اللي هي عندنا في مصر اسمها البطاقة الشخصية. عندنا في مصر لما شخص بيكون على ديانة تانية غير الإسلام وبيدخل الإسلام، في خطوات بيعملها، وهي كالآتي. أول خطوة إنه بيروح الأزهر، أيا كانت المحافظة اللي هو فيها، بيروح مبنى الأزهر الشريف اللي تابع للمحافظة اللي هو فيها، وبينطق الشهادتين قدام شيخ الأزهر، وبيملى بيانات الإشهار اللي هو هياخده بعد كده، وبينطق الشهادتين زي ما قلت، وبعدين الإشهار ده بيتعرض على لجنة أيا كان الوقت اللي بياخده، وبيرجع يستلم الإشهار بتاعه مختوم بختم الأزهر الشريف ومختوم بختم النسر، صورة طبق الأصل. دي أول خطوة بيعملها. تاني خطوة بيعملها الشخص اللي بيدخل الإسلام، وطبعا بيكون غير اسمه وليه حرية الاختيار في اسمه، يختار الاسم اللي يعجبه علشان يتكتب من ضمن بياناته في الإشهار اللي بيعمله في الأزهر الشريف، بيتكتب اسمه القديم واسمه الجديد. تمام. بيختار اسمه واسم والده واسم جده، بيختار اسم ثلاثي أو رباعي كمان، رباعي. والاسم القديم عندنا هنا في مصر، أنا كل كلامي ده بقصد بيه عندنا في مصر، وحضرتك تطلعي توضحي لنا عندكم في فرنسا اللي بيتم. لكن الاسم القديم بيترحل لورا، لكن مش بيتلغي، لأن ده نسب ما ينفعش يتلعب فيه. تمام. بعد ما بيخلص خطوة الأزهر ويستلم الإشهار بتاعه، في ورقة بتطلع من وزارة الداخلية اسمها نموذج 24. نموذج 24 ده هو عبارة عن ايه؟ هو اسقاط قيد من سجلات الدولة انه فلان الفلاني اللي ديانته كذا
ما بقاش موجود وبقى متقيد في سجلات الدولة بفلان الفلاني الفلاني الديانة مسلم. وده بيبقى مكتوب في النموذج 24، وبيبقى الشخص نفسه ماضي عليه ان هو دخل الاسلام بكامل ارادته، وكان في اسمه فلان وبقى اسمه فلان. وبناء عليه بتتم الخطوة الثالثة، واللي هي شهادة ميلاد جديدة، لانه شخص بيعتبر لسه مولود دلوقتي، وان ده شخص متقيد جديد في سجلات الدولة باسم جديد بديانة جديدة. بعد ما بيطلع شهادة الميلاد من اي سجل مدني، بيروح يطلع اخر حاجة البطاقة الشخصية اللي بيتسجل فيها اسمه الجديد، ديانته الجديدة، سواء ست او راجل. لو ست بترفع بعدها قضية تفريق وتطليق من زوجها اللي هو على ديانة غير ديانة الإسلام، وبتاخد حكم بالطلاق. يبقى كده في 4 خطوات. الأول اختيار الاسم والإشهار اللي بيطلع من أزهر الشريف، تانيها نموذج 24، ثالثا شهادة الميلاد، رابعا البطاقة الشخصية. وده عندنا في مصر، وأنا متأكدة وواثقة من كلامي 1,000,000%. عايزين بقى نعرف عندكم في فرنسا ايه اللي بيتم في إجراءات زي كده. بس اللي أنا عارفاه ومتأكدة منه واللي شفته كتير في أي دولة في العالم سواء أوروبية أو عربية، إن الشخص اللي بيكون على ديانة غير ديانة الإسلام وبيدخل الإسلام بيختار اسم جديد غير اسمه. إحنا ما شفناش ده مع ميسيو جانو. عايزين نعرف ايه الاسم الجديد اللي اختاره ميسيو جانو. حاجة كمان عايزة أعلق عليها، الإنسان اللي بيدخل الإسلام وهو كبير بكامل إرادته بيبقى ده اختياره، غير الشخص اللي اتولد لقى نفسه مسلم أبا عن جد. فكل خطوة بيعملها وكل كلمة بتطلع منه وكل تصرف بيطلع منه ليه حساب. هو لما دخل الإسلام كل حاجة عدت من حياته، إن شاء الله يكون عنده 100 سنة زي ميسيو جانو كده، بتبقى خلاص عدت، صفحته بيضة، ما بيتحاسبش على حاجة إلا من اللحظة اللي اختار فيها إنه يدخل دين التوحيد. فكل خطوة بيعملها بتبقى محسوبة عليه، بيبقى غير الشخص اللي اتولد مسلم أبا عن جد. فيا ترى حضرتك بتقعدي تعلميه ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش؟ يعني مثلا حتة الخمرة اللي موجودة على رف المطبخ عند ميسيو جانو، وهتلاقوني عامله لكم عليها دايرة في صورة في الفيديو، اللي حضرتك طلعتي قبل كده وقلتي وغلوشتي على الكلام وقلتيها في جملة سريعة ان هو بيديها كادو كل شهر للشخص تقريبا، بيجيب له المجلات او الجرايد او حاجة زي كده. طب هو حضرتك معلمتيهوش ان ده حرام في الاسلام، وان لعن الله حاملها وشاربها وساقيها؟ ولا دي نقرة ودي نقرة عندكم؟ بدل ما تقعدي وتعلميه تعليم الدين الجديد اللي هو دخله، تقعدي ترقصي معاه وتبوسي فيه ويبوس فيكي وتحضنوا في بعض. انا اسفة في الكلام، هو ده مش حرام عندنا لو هو عظم في قفة، مش راجل كبير زي ما بتطلعوا تقولوا زي ابويا؟ لا، هو مش زي ابوكي. فمطلوب من حضرتك تطلعي توضحي لنا الامور ديت، وعايزين نفهم هو عمل كده فعلا اقتناع بالاسلام، ولا حضرتك لما لقيتيه خايف او مش حابب ان جثته تتحرق بعد ما يموت فاقنعتيه انه يخطي الخطوة دي عشان تطلعي تعملي بيه شو كبير وتاخدي عليه ارباح ومشاهدات وقناتك تكبر على حس الموضوع ده؟ يعني هو عمل الموضوع ده بس عشان هو مش عايز جثته تتحرق بعد ما يموت، لان دي اكتر نقطة حضرتك علقتي عليها يوم ما راح المسجد، لان انتي قلتي كده للشيخ بالنص هو عايز يكتب في وصيته ان جثته ما تتحرقش بعد ما يموت وانه يدفن في مقابر المسلمين. فاحنا عايزين نفهم هو عمل كده عشان النقطة دي بالتحديد، ولا عمل كده لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وفعلا هو حب الإسلام ودخل الإسلام عن اقتناع.
وايه الاسم الجديد اللي اختاره لنفسه، وهل طلع هوية شخصية ولا ما طلعش. كل ده حضرتك مطلوب منك انك تردي علينا فيه، لان زي ما طلعتي على العلن وعملتي فيديو وعملتي بروباجندا وخدتي مشاهدات وخدتي ارباح وخدتي مشتركين، احنا كمان من حقنا ان احنا نفهم. اتمنى انك تردي، ولو اني اشك انك هتردي اساسا، بس نتمنى انك تردي عشان الناس تفهم، لان الكل عنده شك وريبة في حتة دخول ميسيو جانو الاسلام. لان المفروض ان الشخص اللي دخل الاسلام يطلع يحكي تجربته ويوري الناس عاداته ويوري الناس ممارسته لعقيدته ويوري الناس اجتهاده في انه يعرف اكتر عن دينه، لعل وعسى يكون سبب لناس تانية ان ربنا ينور قلبها وبصيرتها ويهديها للإسلام. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. ما تنسونيش في الفيديو، ما تنسونيش أسفة في اللايك والاشتراك في القناة. اللايك بيرفع الفيديو، اللايكات ضعيفة جدا والمشاهدات ضعيفة جدا. الدعم الوحيد اللي هتقدروا تقدموهولي ان انتوا تحطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو عشان يوصل لأوسع نطاق وناس أكبر عدد من الناس تشوفه. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند.